بطلو وانت ولع عند خشمه بمشخاط. خدشن اليا من الذن التالي يصبط لو انت ولع عند خشمه بمشخاط اسبوعين ذا مجفي وهذا يقلط ومنايح ترعى بلا قيد ورباط وعقب العصر شعرها بلغفن محوط نرتي عليها بم حذوه ومخباط واليضوان الليل جشيل والحط وشلنا صفوفا كانها عرض ضباط. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله. اخوي عبد الله، يعني من خلال تقديمك بالتلفزيون صارت لك مواقف محرجه ولا شيء؟ مواقف محرجه او مضحكه يعني مع متصلين؟ ابدا المتصلين دائما الفاضي يعمل قاضي، يعني دائما يتصلون ويستهبلون متعودين عليه، بس موقف يعني في بالي ما اتذكر يعني شيء. بس انا اذكرك مره في سواليف ضحكت ضحك انه انا اضحك على تركي. يا حول وتبي تحول على تركي مره واحده. ايوه حقة الامير سلمان هذه نقول لا ما هي مشكله، لا ابد عادي. هذا لا دليل على ان الامير سلمان يعني كنت اول سنه توني داخل التلفزيون، توني مذيع، طبعا تعرف رهبه يعني انت تواجه كاميرا تواجه جمهور، هذه ما هي بهينه يعني. نعم. فاخذت المايك وكان عندنا تقرير مؤتمر افتتح صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز. المهم جاني المعد قال لي يا عبد الله السؤال كذا كذا كذا، اعطاني السؤال. جيت طبعا انا اول مره يعني ما اول مره في حياتي يعني. فجيت عند الامير سلمان، طبعا ما شاء الله هيبه الامير سلمان وشكله يعني امامك هيبه مهما يكون. فجيت سالت السؤال، قلت طال عمرك السؤال كذا كذا كذا. قال لي نعم. يوم قال لي نعم ضاع السؤال. قلت له رجع يطالعون فيني، طبعا كل الحضور يمكن فوق 300 شخص طالعون. طب وين ورقه يا عبد الله؟ قام طالع النبي سلمان فيني وضحك، قال يلا اللي بعده. فهذا يعني موقف من المواقف المضحكه يعني بس الورقه ما كانت معك؟ لا ما كان، هو كان مؤتمر صحفي، فانت عندك سؤال واحد وتبغى تطلع اللوجو القناه وخلاص يعني السؤال وتمشي، يعني في صحفيين كثير غيرك. فجيت انا سالت السؤال، لما سلمان رجع طالع فيني قال وشو، فانا عفوا خفت اكيد يعني اي خفت. رجعت مره ثانيه اشوف وش السؤال، ضاع مني. اي والله ضاع السؤال. انا ذكرت لي موقف، كنت مره اقدم باحد البرامج على الهواء، اتصلت فينا عجوز من الطائف. يعني بيني وبينك احيانا يكون المخرجين مثلا من مصر او من احد الدول ما يعرف اسامينا في الجزيره العربيه، يكون فيها يعني فيها شويه صعوبه. قال لي معك صبخه من الطائف، انا ما سمعت صبخه، قلت كذا على الهواء والله يا جماعه يعني بدون قصد، قلت معنا اختنا سطحه من الطائف اقسم بالله العظيم. ودخلت قالت صابخه يا ولدي ما تعرف انت الاسم، قلت والله اسف حقت علي حي امه، اقسم بالله العظيم هزأتني ذاك اليوم على الهواء ومعي الضيف فقع من الضحك. اي والله. فهذه هي صراحه الموقف لن انساه ابدا في حياتي. لكن نبي على تركي، نبي تعطينا تركي. والله بالنسبه للمواقف المحرجه انا اعتقد كان في موقف واحد محرج حصل لي في مطار الملك خالد. انا كان عندي برنامج اقدمه اسمه برنامج مداهمات. يا ساتر. البرنامج هو اسمه خطير، لكن هو في محتواه يعني مع الشباب ونداهم جلسات الشباب ونضحك بدون ترتيب يعني. فكنا موصلين الاشرطه للمطار عشان تروح مصر هناك للبث. اول ما جينا طبعا شافوها الشباب كان مكتوب على الاشرطه من برا مداهمات. وانا جالس في المطار جوني الامن ومسكوني وقالوا تعال لو سمحت معنا وش اللي حاصل يا شباب؟ قالوا وش اللي مداهمات وش اللي... قلت هذا برنامج وكذا. قالوا لا لازم نشوف الاشرطه. فلما شافوا البرنامج وشافوا ضحك وشباب اعتذروا منا. هذا يمكن الموقف المحرج اللي حصل لي يعني. اي مش هذا مشكله، اسمه قوي صراحه. الاسم قوي يعني مصطلح قوي يعني. اسم قوي يعني. ولا لا اخوي عبد الله احيانا جدا يعني بشكل. طيب الفرقه انتم ما قد صار عندكم مواقف؟ اين كذا عاد انتم؟ احنا طلعنا مره وكان تقريبا اول حفل نطلع له برا الرياض. وكان منطقه يعني ما تعتبر قريبه صراحه من الرياض، يعني تبعد بحدود 350 كيلو. ما هي بجهة الشرقية لكن نقول جهة الحوطة والأفلاج، فاحنا مخصصينها عشان ما نطلع. لكن كان اتفاق والترتيب معهم من هنا أنه عدد الفرقة 10 أشخاص أو 11 شخص، ونحتاج عدد مايكات كذا وعدد سماعات كذا، وكل الأمور طيبة يعني وإحنا طالعين من الرياض. يوم وصلنا هناك والحمد لله يعني كان الحفل مرتب يعني جيد، بس يوم طلعنا على المسرح
اكتشفنا ان ما في الا 3 مايكات وواحد خربان بعد. اي نعم. فقمنا نطالع بعض، يعني مستحيل فرقه تأدي ب3 مايكات. يعني لو اجتمعنا بكل قوانا العقليه ما راح نقدر نستوعب الكلام هذا. فوصلنا الى قناعه واحنا على المسرح قدام الجمهور ان احنا نحط المايكات وننزل ونركب سياراتنا ونرجع للرياض مره ثانيه بنفس اللحظه. فكان هذا من اصعب المواقف اللي مرت علينا. يعني ما اديتوا الوصلات الانشاديه ابدا ابدا. طالعين يعني بروفات، كانت بروفات 3 ايام متواصله. إيه. يعني تقريبا تبدا من بعد صلاه العشاء الى الساعه 12، 3 ايام. غير الخط اللي مسكناه ما شاء الله، وغير الخط اللي رجعناه بدون فائده منه. يعني كانوا قالوا ان كل شيء جاهز يعني. قالوا كل شيء جاهز، ولقينا انه في يعني ما جهزوا الحاجات اللي احنا طلبناها. مبدا الاحترافيه وانه يطلع الشغل مرتب. ما قبلنا بالوضع اللي لقيناه يعني منهم. يهمكم انتم الكيفيه. اي والله. فالحمد لله يعني احنا تقبلناها، بس كانت يعني صدمه ان هذا اول حفل خارج الرياض ويكون بالشكل هذا. بس يعني ما احبطكم ما شاء الله من نجاح نجاح. لا الحمد لله. اخر حفل حضرناه كان منطقه القصيم. بس قرار جيد وجريء، وانا أحب له لانه حفاظا على سمعه الفرقه، لانه اللي بيسمع ما يدري ان المشكله في الصوت. صحيح. يقول خلل في صحيح. الله يعطيكم العافيه. لكن بالنسبه انتم الان لما تأدون وصلات الانشاديه البلاي باك، اي نعم، تواجهكم مشاكل؟ والله يمكن ما في مشاكل الا مع مهندس الصوت. اذا ما كان محترف وعارف الشغله يعني مجربها من قبل، هي تكون مشاكل من عنده. انا مثلا التشغيل يتاخر، الصوت ما يكون واضح، يعني يكون في مثلا خامات مرتفعه عن خامات في الصوت. يعني احيانا في احد الحفلات كنا نسمع اصواتنا وصوت المنشد الرئيسي ما هو موجود. يعني تخيل انك تسمع انشوده ما فيها منشد، فكانت مشكله. وننبهه ويقول انا اسمع كويس. الرجل كان لابس سماعات فما يدري، يعني يسمع مباشره من الجهاز، فما يدري وش اللي حاصل برا. فكان يعني احيانا تعاني من هالمشاكل في البلاي باك. بس الحمد لله طاقم الفرقه متعود يعني ما يطلع بلاي باك اناشيدنا الخاصه ما نطلع فيها الا بالشكل هذا لايف. ما نطلع بلاي باك الا قليل جدا. نعم. يعني لكن بتشوف ان الان لقبول المشاهد او قبول الحضور البلاي باك ولا اللايف؟ لا والله احنا اللي نشوفه يعني يمكن من متابعه الشباب برضه انه الناس جايه تحضر عشان تسمع صوت المنشد الطبيعي. اذا كان على التسجيل عطني اياها بالايميل، عطني اياها بالانترنت، عطني اياها بشريط، وانا بروح اقتنيه واريح راسي. يعني ما راح اجي وادور لي موقف سيارتي واحضر وادور محل برضو عشان اجي اسمع واحد يعني مشغلها من جهاز. فدائما الحفل اللي يكون اغلبه لايف او يعني كله لايف تجد فيه قبول يعني عند الناس. حتى لو كان فيه اخطاء يتقبلونه ويقولون هذا اللايف دائما لازم يكون فيه اخطاء، يتقبلونه نفسيا. لكن اذا كان بلاي باك وما في يعني جوده عاليه ما يقولون يا اخي بدل ما احنا جايين نحضر ونتعب انفسنا علمتونا ونسحبها من الانترنت ولا نشتريها وخلاص نسمعها بسياراتنا يعني، ولا نسمعها بالبيت ما بدون ما نحضر. نعم. فاللايف دائما له ميزته يعني. انا دائما اتحدث انه الاخ عبد الله يقول دائما بالنسبه اللي دخل مجال الفن سواء من الانشاد او من الغناء في شيء يكون مثلا ما يستغنى عن الاجهزه. يعني مثلا انا لو مثلا بدخل مجال مثلا هذا المجال الفن او الانشاد او الغناء دائما الاجهزه والمحسنات لها دور. صحيح. صح ولا لا؟ صحيح. دور الصوت الطبيعي وين راح؟ كنا نسمع من اول اصوات طبيعيه، الحين مع الاجهزه الجديده صار الجهاز هو اللي يلعب يعني في الصوت، احط ايقاعات، احط يعني صحيح. ولا اخوي تركي. صحيح. يعني تلاحظ ان الاشياء هذه على اللايف ممكن تصير هذه. والله انت الحين لما تشوف يعني مثلا خلينا نقول مثلا حفل انشادي لكن خارج المملكه العربيه السعوديه او قناه غير السعوديه مثلا، تجد فيها برضو المحسنات هذه كثيره يعني. نعم. ولها قبول يعني عند شريحه من المجتمع. لكن في النهايه نقدر نقول ان يعني لكل جزء ناس حابته. اذا كان مثلا حطيت ايقاع، يعني انا اشوف مثلا انه في جمهور مثلا ما يسمع اصلا اناشيد، يسمع اغاني. صح. فاذا تبغى ترغبه مثلا في الانشاد صعب انك تسحب منه مثلا الموسيقى وتسحب منه الايقاع وتعطيه انشوده كذا بالصوت. يعني احيانا ما راح يتقبلها، يقول لك انا متعود والله على جو معين. نعم. فهذه تكون مساعده الى انه يسمع الانشاد مثلا بالايقاع مثلا او بالمؤثرات او المحسنات، ويحاول انه يسمع يعني مع الوقت تلقاه سمع شيء ثاني، سمع بدون ايقاع، سمع بدون، فانت تجذبه يعني لكن بطريقه يعني محببه له.
نعم. احسن ما انك تمنع عنه كل شيء وتقول لا والله ما عندي الا كذا. نعم. تنشدون بإيقاع؟ والله هنا نطلع اي نعم، بس تطلع انه كلايف مجموعه من الشباب هي اللي يعني تتقبل، في مجموعه من الشباب ما تتقبل شيء هذا. نعم. احنا نحترم يعني مبدأهم ورايهم. إذا مبدأ الاحترام موجود عندكم ما شاء الله أكيد تبارك أكيد الله، أكيد هذا سبب أكيد. نجاح الفرقة. اكيد اللهم لك الحمد. يعني لكل انسان عندنا في بعض الناس عندهم قناعات، في بعض الناس عندها توجهات برضه. فاذا ما احترمت توجهه فرضت عليه شيء ما هو ما يحبه، في النهايه ممكن يعني بيجي معاك، لكن بيجي مكره او مجبر وانت ما تبغاه يجي بالشكل هذا. تبغى ولن يكون الاداء اصلا صحيح صحيح، ما راح يكون الاداء نفسه اللي هو حابه وحاب يطلع من جوا. طيب نبي نسمع منكم. طيب عندنا بسم الذي عز البشر شيله. تبي الشباب يشيلونها معك؟ والله ما نقول لا فيهم الخير والبركه. يشيلونها؟ هي راح تكون مشتركه بين الاستاذ ناصر الزير والاخ كمال جبر. طيب. بسم الذي عز البشر وتز شان العالمين، سبحان